كنت خائفة جدا، وعندما علمت أنني حامل، علمت أن اكتشاف حملي سيكون صادما، وأن السؤال المؤلم لا مفر منه: من هو والد الطفل؟ لم أكن أملك الشجاعة للاعتراف، فأسرتي صارمة جدا، ولو عرف أبي أو إخوتي أنني خنت زوجي لكانوا قتلوني دون تردد. أخبرت الرجل الذي خدعني، والذي اتضح لاحقا أنه ليس صديق زوجي كما ادعى، عن حملي، فنصحني بالتخلص من الحمل نهائياً، بل وذهب إلى أبعد من ذلك باقتراح خطة شيطانية: أن أتهم زوجي زوراً بارتكاب جريمة لم يقترفها حتى يسجن، وأتمكن من الزواج به. أقنعني هذا الرجل بأن هذه الطريقة هي الحل الوحيد لتجنب الفضيحة والعار أمام أسرتي والمجتمع، خاصة وأن زوجي كان يحبني حباً صادقاً، ولم يكن ليرضى بالطلاق أبداً. استغللت غياب زوجي، وقدمت بلاغاً كاذباً ضده أمام المحكمة، فقط لأبعده عن حياتي وأحصل على حريتي وأرتبط بذلك الرجل المخادع. لكن ما إن اعترفت بخيانتي في قاعة المحكمة حتى انفجرت بالبكاء، ووقعت عند قدمي زوجي أحمد، أرجوه أن يسامحني ويغفر لي وسط ذهول الحضور. لكن أحمد، ذلك الرجل النبيل، لم يعنفني، لم يصرخ، ولم يهني، بل وقف شامخا وقال: أنت لا تزالين زوجتي، وشرفك من شرفي. لا أريد فضحك أمام الناس، سأستر عليك، ولكن دعينا نغلق صفحة الماضي. سامحني أحمد، وقرر ألا يفضحني، لكن القاضي لم يتغاضى عن جرمي، فأصدر حكما بجلدي 100 جلدة، لتكون عبرة لكل من تخون زوجها وتتهمه زورا. تأثر القاضي بكلام أحمد وعطفه النبيل علي، خاصة بعد أن علم بحملي، فقرر تخفيف الحكم إلى 80 جلدة. وقبل إغلاق ملف القضية